لا الماتش جامد، الماتش جامد قوي، ما تجادلنيش، ما في سلبيات، في سلبيات هنتكلم فيها واحده واحده وهنمزمز فيها هنا في الكلام ده، في الكشكول ده هنتكلم في الكلام ده كله. بس الماتش كتوتال اداء جامد، انا مبسوط من الماتش ومبسوط قوي من السكور، ان هو 3 جوان مش ان هو 3-2 بس عشان تفرق، عشان متضايق من الاثنين اللي جم دول، بس عادي طبيعي لان انت بتلعب فريق مش ضعيف، انت بتلعب فريق قوي، السكواد بتاعهم كويس قوي. فريق بيراميدز تاني اقوى فريق في الدوري بعديك على طول، فكك من الزمالك، الزمالك راح في داهيه اساسا. ادائك الماتشات اللي فاتت دي كلها مع فاركو، مع الاتحاد السكندري، مع الداخليه، مع طلائع الجيش، كل النوادي اللي احنا لعبنا معاها دي من بعد ما خلصنا ابطال افريقيا، انت ما تاخدش بان الاداء دوت انت ده اداء فاجر ومش عارف ايه. التحدي اللي بجد كان والاختبار اللي بجد كان في الماتش بتاع النهارده، في ماتش بيراميدز. انا بقول النهارده والفيديو كده كده هينزل السبت، يعني انا مش هنزل الفيديو في نفس اليوم يعني عشان عقبال ما منتج والكلام ده كله، فانت بتتفرج على الفيديو ده يوم السبت، مش هتتفرج عليه الجمعه يعني، او ايا كنت هتشوفه تتفرج امتى، المهم ان هو هينزل السبت. فانت الماتش النهارده كان كويس ان انت فعلا اتحطيت في اختبار بجد، وشفت فعلا لعيبه حريفه، وشفت فعلا فريق قوي، وعرفت برضه من الرغم من ده عرفت ان انت تكسب. فانا بالنسبه لي انت كده خلاص، انت تمام، انا كده مطمن عليك. الماتشات اللي فاتت اللي كنا بنكسبها بسكور واربعه وثلاثه ومش عارف ايه والحاجات دي، برضه مع احترامي يعني انت بتلعب فرق ضعيفه، انت بتلعبش فرق قويه. النهارده اتقابلت فريق قوي والحمد لله، الحمد لله كنت قد التحدي، واللعيبه كلها كانت قد المسؤوليه، وكسبنا الماتش الحمد لله 3-2 بس الحمد لله كسبنا. ولسه بقى ماتش تاني معاهم باذن الله، باذن الله ما نخسروش ونكسبه او نتعادل على الاقل، ونضمن ان احنا خلاص بقينا متصدرين الدوري، ونكسب بقى ماتشاتنا وربنا يستر باذن الله. هنبتدي ايه، نخش في الكلام دلوقتي، نخش في الجد. بدانا التشكيله زي ما انا كنت متوقعها الصراحه قبل الماتش، بدانا بطاهر وسام وحسين اكرم مروان وامام، الثلاثي اللي هو مثبتهم بقاله بتاع تقريبا ماتشين تقريبا، كولر مثبتهم، عبد الفتاح ومنعم ربيعه وكريم. الشناوي الصراحه انا ما كنتش عايز ان الشناوي يقعد خالص. قبل ما اكمل واخش في بقيه المباريات اتكلم في نقطه، الشناوي اداؤه مش حلو، مع احترامي للشناوي ومع كامل احترامي ليه وتقديرا لسنه وتقديرا ان هو كابتن النادي الاهلي، خلاص كفايه كفايه بجد والله. الجونين اللي دخلوا النهارده دول كانوا جونين مالهمش لازمه يعني، دخلوا بطريقه ساذجه قوي. طب الجون الاولاني يا عم ممكن هقول لك 50% الدفاع و50% الشناوي، الجون التاني ده بقى ايه نظامه؟ الشناوي قرر ان هو كان هيطلع يمسك الكوره بالعرضيه اللي اتعملت في الشوط التاني، طلع وعلى الكوره ان هو خلاص هيطلع يمسك الكوره، رجع في قراره، راح رجع تاني وجاي بيتعدل، لقى الكوره خلاص هي اوريدي اتشاطت عليه. الشناوي خد القرار متاخر ولبسنا جون ملوش لازمه، واضطرينا ان احنا نتعادل، واضطرينا ان احنا يعني نضغط اكتر، وان احنا نفرهد اللعيبه فرهدت اكتر على ما جابوا الجون الثالث. انا شايف ان الشناوي خلاص دوره انتهى في الماتشات التقيله، مش شايف ان هو هيفيدني باي حاجه، وشايف ان هو دايما بيوديني في 60 داهيه، فمش هيبقى اخطاء الدفاع وانت يا شناوي يعني. نخش بقى في مجريات الماتش. بدانا اول دقيقتين 3 كده كان في ضغط من بيراميدز كده على السخان، كانوا داخلين سخنين شويه، بس الاهلي بدا يمتلك كوره وبدا يكون في تبادل كده يعني، بدا الاهلي معاه كوره هم معاهم كوره، ما كانش في اي ضغط من الفريقين قوي يعني. كان في اول تهديداتنا على المرمى، كان في ركنيه اتعملت في الدقيقه 5 كانت من حسين رفع الكوره راحت لخالد عبد الفتاح، خالد عبد الفتاح شاطها في المدرج. نيجي للدقيقه 10 من اخطر الكور، ما كانتش هي اخطر كوره اساسا جت للاهلي، هجمه انفراد لحسين الشحات، راح اتصرف فيها بشكل بقى انا غريب قوي ما فهمتوش، ما حتى ما رقصش ما عملش اي حاجه، هو راح خبط في المدافع، هو كده كده اتحسب التسلل، بس تصرفه كان غريب قوي في الانفراد ده. نيجي للدقيقه 12 من ضمن برضو التهديدات اللي كانت موجوده على نادي بيراميدز، كانت في قطعه كده جميله من كريم فؤاد، راح بالكوره وعمل العرضيه راحت لمروان عطيه، مروان عطيه في السما. انا في نقطه بس عايز اتكلم فيها، مروان عطيه نفسي ان هو يتعلم يشوط صح. انا مروان عطيه بشوفه كتير بيسدد من بره ال 18 وتسديدات بتبقى جامده، بس ما فيهاش اي نوع من الدقه خالص، ما بتجيش حتى يعني على 3 خشبات، ما بتجيش حتى عارضه ولا في القائم، ما بتعملش حاجه، بتطلع بره يعني، الحارس ما بيشيلهاش، هي بتتحسب ضربه مرمى على طول خلاص. طالما الكره راحت لمروان وهيشوطها اعرف ان دي ضربه مرمى عادي، والعيال كلها بترجع ورا. نيجي للدقيقه 16 جون رايق قوي تحفه بامانه، جون ما فيهوش اي مجهود خالص. الكوره جت لحسين الشحات من ورا تقريبا من مروان او من خالد عبد الفتاح، جت له راح مديها لوسام، جون بس تيك تك جون، ما فيهاش اي حاجه تانية اضافيه. افتكرت ان حسين هيرفعها في الهواء كده زي ما بيعمل، بس الحمد لله عمل الكوره عرضيه وجت لوسام، وسام
تك كده حاططها في الجون. شغل الموظفين انا بموت فيه، طالما هيجيب جون انا بحب شغل الموظفين ده قوي. دقيقه 18 كان في كوره برده هجمه وصلت لوسام، مش فاكر ما خدش بالي الصراحه من مين اترفعت من مين، بس اترفعت من بعيد قوي، اترفعت لوسام. وسام جوه في المنطقه عمل لوب بس للاسف ما جاتش، جت فوق العارضه. نيجي بقى في الدقيقه 22 كوره كانت لحسين الشحات، خد رجل في وشه، والرجل دي بعدها على طول الكوره كملت عادي وراحت لبيراميدز وكانوا طالعين هجمه. قام الحكم موقف علشان يروح يشوف حسين الشحات، ولا ادى كارت احمر ولا حتى اصفر ولا عمل فاول، وعمل الكرة اسقاط تاني ورجعها لبيراميدز. اللي شاف الماتش ده وعارف ان احنا اتفشخنا كتير من الحكم في كذا لقطة حصلت كانت فاولات لينا وكلام من ده، مفيش اي حاجه اتحسبت لنا. الاهلي اتعرض لحاجات زي كده كتير، اتعرض لظلم تحكيمي قبل كده كتير، بس عادي مش هتفرق. فدول يعني كانوا كلمتين عايز اتكلم فيهم بس بخصوص التحكيم. جه في الدقيقه 24 كان سرحان من الدفاع الصراحه، وبرده غباوه من الحارس بتاعنا لانه راح بجسمه كله يمين اللاعب لما حب ان هو يعمل فينت. وعلى فكره ما عملش فينت كامل، هو عمل نص فينت كده، يعني اللي هو اعمل فنت وهو بيقول اعمل فنت دي كده كان الشناوي راح اصلا، فطبيعي راح مديها له في الحته الثانيه. كان في الدقيقه 38 رفعه من حسين الشحات، رؤيه كده جميله قوي من حسين من نص الملعب، رفع كوره لحد الصندوق هناك عند طاهر، بس طاهر مفيش اي كنترول، ما لمسش الكوره عملت بند في الارض وراحت رايحه عند الجون من قدامه، يعني ما عملش اي حاجه. كورنر اتلعب في نفس الدقيقه برده وراحت لمروان عطيه وقام مطلعها بره تاني. فيعني انا نفسي بامانه والله مروان عطيه يتظبط في حوار الشوط دوت، لان فعلا هيبقى عايد علينا بالنفع في حاجات كتيره قوي. يعني انت عندك امام بره بيشوط، لما يبقى عندك مروان عطيه هو بيشوط، هو شويت على فكره، هو بيشوط كتير قوي بس ولا واحده جت. لما يبقى عندك كمان مروان عطيه ويجي لك من الورا ويقوم دب في الجون، دي مصلحه ليك. انت عندك اتنين بره، انت ضامن ان هم هيحاولوا على قد ما يقدروا يلاقوا حلول لنفسهم علشان يشوطوا. ف يعني يا ريت يتحسن. في بالمناسبه حاجه لاحظتها، لقيت ان في روتيشن حاصل ما بين حسين الشحات وطاهر، ده بدأ تقريبا في الدقيقه 25. انا ما خدش بالي الصراحه، يعني انا دققت كده لقيت ده هنا وده هنا وبيبدلوا مع بعض، فالصراحه كان روتيشن عاجبني. يعني برضو انت مش عايز ان الدفاع يكون متوقع ايه اللي ممكن يحصل، فانت عندك كذا لعبه كده انت ممكن تعملها، كذا فكره ممكن تنفذها، فدي حاجه الصراحه كانت ايجابيه بالنسبه لي، وحاجه انت شايف ان هي حاجه كانت كويسه. يعني طبعا في الدقيقه 50 الجون الثاني من الاسيوطي، غباوه برضو من الشناوي ان هو طلع، هوشنا كلنا ان هو انا هطلع، انا رجعت في كلامي. شفت بقى، خلي بالك كانت حركه بيض يعني، انا مش فاهم هو بجد عمل كده ليه، مش فاهم ليه. كان انت هوشتنا كلنا ان انت هتطلع، ما طلعش. اتكلمنا عن الجون ده خلاص، يعني اتكلمنا عنه في اول فيديو، مش هحرق فيه تاني. كان بعد الجون التاني ده على طول بداية تقريبا من الدقيقة 51 كان في ضغط متواصل لحد الدقيقة 56 او 57 من النادي الاهلي علشان نرجع في الماتش تاني. طبعا في الدقيقة 60 ضربة الجزاء بتاعت النادي الاهلي، والصراحة انا اول ما شفت حسين انفرد طلعة دي، انا قلت حسين مش هيعمل عرضية، بص ما لقاش حد، هو بص لقى اللي موجودين بعيد عنه ممكن ما تجيلهمش الكورة، فانا عرفت حسين هيروح هناك ياخد ضربة جزاء باي طريقة، ما انا عارف هيرقص وياخد ضربة جزاء، هيحك رجله في اي حاجة وهيقع. طبعا تسجيل طبعا كان من الهادي الفايق الرايق وسام ابو علي، احسن مهاجم في النادي الاهلي واحسن مهاجم في مصر حاليا. ماليش دعوه بفيكتور مايلي دوت ولا ما اعرفش، مش متابعه عامه، يعني لو هو كويس حد يجي يقول لي يعني في الكومنتات. عامه انا ما بتفرجش عليه ومش هتفرج على اسيوطي اصلا، بس وسام انت عارف ان هو لاعب متكامل وعارف ان هو مهاجم متكامل ويعرف يعمل اي حاجه. انا ليه بقول كده؟ لان انت وسام لعب لك ضربه الجزاء الاخيره اللي هو لعبها، تفتكر معايا كان مش فاكر كان في ماتش طلائع الجيش، والله انا بنسى، انا الذاكره عندي مش حلوه خالص. كان تقريبا في ماتش طلائع الجيش الداخليه، لعب لك ضربه جزاء وقام مديها لك زحفه كده على الارض على اليمين، قام لعب لك بضربه الجزاء المره دي قال لك يلعبها له على الناحيه الثانيه، بدل ما هو يلعبها يمين راح لعبها شمال، والحارس راح انقض يمين. على فكره الحارس احمد الشناوي راح على الكوره اصلا، بس لا في الناحيه الثانيه. وسام بيعرف يشوط في اي حته، وسام بيعرف يعمل اي حاجه، الله اكبر عليه وربنا يحفظه ويبعد عنه الاصابات، عشان اللاعب ده برضه عنده مشكله كده، الاصابات عنده يعني كتيره سيكه، فربنا يسترها معاه وان شاء الله يبقى موجود دايما يعني بشكل مستمر مع النادي. يعني دقيقه 73 نزل ديانج بدل مروان، شايف ان التبديل ما كانش متاخر، التبديل كان مناسب يعني في وقت مش وحش خالص، يلحق يعمل اي حاجه. وانا شايف ان ديانج كان المفروض ان هو يشارك عامه وياخد فرص وان هو يلعب اساسي، بس الماتش النهارده ما كانش ينفع ان هو يلعب اساسي. انا شايف ان هو قرار صح ان هو يبدا بخط النص اللي احنا يعني مثبتينه بقالنا 3 ماتشات،
امام، اكرم، مروان. شايف ان منطقي ان ديانج لو هينزل فهو هينزل كبديل، ما يلعبش اساسي في الماتش ده بالذات، بس يعني ممكن يشارك اساسي في اي ماتش تاني. نيجي للدقيقه 82، تبديل امام عاشور وقفشه وطاهر ورضا سليم. ما عنديش تعليق على طاهر ولا رضا سليم، عن تعليق بقى على امام وقفشه. اولا امام النهارده انا كنت شايف ان تبديل منطقي، وكنت شايف ان هو ممكن يكون بدري سيكا عن كده، لان امام انا ما شفتش النهارده فعاليه يعني كويسه منه. هو كان كويس، ما انا ما بقولش حاجه، وما كانش وحش، بس ما مش المستوى اللي أنا مستنيه يعني. هو بس الماتش ما كانش بتاع النهارده يعني، ما عملش اسيست، ما جابش جون، يعني فاهم، شاركش في هجمه او ما شاركش في جون حصل يعني بشكل كويس. ما انت فاهم قصدي يعني. ما هو حلو، انا امام حلو على فكره، ما الماتش النهارده ما كانش وحش، ما كانش سيء يعني، متوسط حلو. فانا شايف ان تبديل قفشه يعني النهارده كان منطقي. نيجي بقى لمحمد مجدي قفشه. وانت ماذا بينك وبين ال 84 وال 85 دقيقه؟ نزل جاب جون جامد فاجر. لا لا لا، الجون جامد قوي. هو على فكره انا افتكرت ان احمد الشناوي زقها في الجون، بس هو من كذا زاويه تحس انها يعني ان هو ضربها في الجون، بس هي لا، هي ما ضربهاش في الجون، هي كانت لمسه في طراطيف صوابعه يعني، هي كده كده كانت هتخش. نزل في الدقيقه 85، في الدقيقه كام؟ نزل في الدقيقه 82، جاب جون في الدقيقه 85 على طول. 3 دقايق، مفيش هزار، مفيش ما تناقشنيش. انت لسه هتقول لي اعمل ايه؟ هات الكوره دي، هات الكوره دي بس كده خد. ده كانت اخر حاجه مهمه حصلت في الماتش. وبعد كده طبعا احنا النادي الاهلي اتعود طبعا بعد ما بيكسب اي ماتش بيبقى تقيل او مع فريق تقيل بنكلح. فانا بتبسط، وعارف انت عارف انت الاورجازم. فانا بتبسط قوي لما الاقي النادي الاهلي عمال بيكلح في ماتش احنا خلاص احنا كسبنا، فاهم. فاكر نهائي الوداد؟ فاكر الماتش ده؟ احنا جبنا الجون بدري برضه يعني، كان يعتبر لسه في وقت، وقعدنا مكلحين المده كلها لحد ما الحكم صفر. فانا بحب الحركات دي، وبحب بحب الكلاحه دي، وان الحارس ينام على الكوره ومش عارف، واللعيبه تنام ويبقى في فاول ولا في حاجه واد ياخد الكوره ويجري بيها. انا بتبسط قوي من الحاجات دي الصراحه. وبس ده كان ماتش النهارده، واتكلمنا عن التفاصيل اللي حصلت والاحداث اللي حصلت في الماتش. ان شاء الله باذن الله مش هغيب تاني. انا غبت بسبب ان الاحداث اللي حصلت اليومين اللي فاتوا الصراحه انا ما كنتش حابب ان انا اتكلم. وفاة احمد رفعت الله يرحمه. انا كنت عايز اتكلم واعمل فيديو الصراحه، حتى ان لو ان مش هعمل فيديو على احمد رفعت كنت على الاقل عملت فيديو على طلع الجيش الماتش اللي فات. جيت اصور بامانه لقيت ان انا مفيش طاقه، ماليش نفس ان انا اصور. بس باذن الله هستمر. الله يرحمه، ندعيله كلنا بالرحمه. ومش هعرف الصراحه ان انا اتكلم في اي حاجه تخص المشاكل اللي حاصله حاليا. مش عايز ان انا ادخل نفسي في مشاكل، مش عايز ان انا ادخل نفسي في تفاصيل ماليش دعوه بيها. في ناس معروفه بالاسامي واحنا عارفينهم، وانا عارف ناس معروفه بان الناس دي شاركت في اذى البني ادم دوت، وشاركت في انهاء كارير البني ادم دوت عشان الفلوس، وعشان خاطر $500,000 هيجوا وقتي، وعلشان مش عارف ايه، ويروح لي ترانزيت هنا ويروح هناك، وانا يا عم اخلص لك ورقك وورق معايشه ومش عارف وحاجات من دي، تفاصيل كتيره. انا مش هطلع اضيف فيها حاجه، انا مش هطلع اتكلم في لما هطلع اتكلم الناس هتعرف مثلا، اللي ما كانش عارف هيعرف. لا، الناس كلها عارفه. مقدمين البرامج اتكلموا، شهروا الموضوع. اوريدي حق البني ادم دوت هيجاب، انا مش كلمتي اللي هتفرق. بس كده، السلام عليكم، اشوفكم الماتش الجاي، باي باي.